كاينين شي قصص كتدخل لقلبك وتبقى محفورة في ذاكرتك. هاد القصة من نوع تاني، قصة واقعية وقعت في المغرب، وتحديدا بمدينة المحمدية، واللي غادي تسمع دابا راه ما فيها لا خيال ولا مبالغة. فيها فرح تحول لجنازة، وثقة تحولات لندم، وحقد دمر عائلة كاملة. هادي واحد السيدة شابة بسيطة عايشة حياة عادية، كتسنى واحد من أجمل الأيام في حياتها، نهار تولد فيه أول ولد ليها. دخلت للسبيطار، الولادة دازت عادية وطبيعية، تعب، ألم، ولكن في الأخير سمعت صوت وليدها كيبكي لأول مرة. داك الصوت خلاها تنسى كل الآلام، كانت فرحانة، عينها عامرين بالدموع، والداخل ديالها كيقول الحمد لله الحمد لله. في الصالة اللي كانت فيها كانوا مع جوج ديال العيالات اخرين، حتى هما ولدوا في نفس النهار ونفس الصالة. كانت بيناتهم واحد الإحساس ديال التضامن، ديال حنا كاملين في الهوا سوا، كيضحكوا شوية وكيهضروا شوية وكيعاودوا كيفاش دازت الولادة. ما كان حتى واحد فيهم عارف أن هاد الصالة غادي تولي مسرح ديال المأساة. من بعد ساعات دخل راجلها فرحان مبتسم، في يدو واحد الصينية كبيرة ديال الرفيسة، وديك الماكلة فيها واحد الريحة كتشهي بزاف، فيها الدجاج والدجاج بلدي. هاديك الريحة عمرات الصالة. قال ليها بنبرة وهضر معاها بواحد الصوت حنين بزاف، قال لها الوالدة صوبات لك هاد الرفيسة، خاصك تاكلي مزيان باش تقوي راسك. انا غادي نرجع للخدمة، الا ما قدرتيش عليها بوحدك ذوقي العيالات اللي معاك. شاف ولده ودعا ليه وخرج هو فرحان، وما كانش عارف هذه آخر مرة غادي يشوف فيها بزاف ديال الناس أحياء. السيدة حطات الصينية قدامها، ولكن الصراحة الرفيسة كانت كتيرة بزاف، وهي مازال ضعيفة، ما قادراش تاكل غير شوية، غير باش ترجع القوة ديالها، حقاش كانت يلا ولدات وفقدت بزاف ديال الطاقة. في داك الوقت السيدة اللي كانت حداها جاو عندها شي ناس من عائلتها، جابوا لها ماكلتها، جلسوا كيهضروا مع بعضياتهم. كيف ما كتعرفوا حنا المغاربة عزيز علينا التجمع. والسيدة وهي تشوف الرفيسة وقالت في بالها علاش غادي تضيع هاد الرفيسة كاملة. سولاتها بالصواب واش باغيين تذوقوا، راه بزاف عليا ما غنقدرش ناكل هادشي كامل وشبعت، وراني يلا ولدت ما نقدرش نكملها. السيدة اللي حداها وهي مرة كبيرة قالت ليها غير عطيها لينا بلا ما تلوحيها، حرام تضيع، هاد الخير كامل نضيعوه. وبقلب طيب عطاتها ليها، بداو كياكلوا وكيشكروا في الماكلة. تبارك الله، هاد الماكلة اللي صايباتها راه بنينة بزاف. شوية من بعد دخلت حتى الفرملية، كانت خدامة في القسم وشاركتهم حتى الماكلة. جلسوا كلاو ضحكوا نشطوا، مهم شبعوا. ما دازت حتى ربع ساعة، واحد شوية ويتبدل كل شي. واحدة حسات بواحد الوجع القوي بزاف، كانت كتاكل في شي حاجة في واحد السوبيرة وهي تلوح المعلقة وطاحت. الفرملية بدات كتنفس غير بالزز، ويبدا الغوات الصالين ناعسين فيها، والوضع ما كيبشرش بالخير.
والوضع خرج على السيطرة. اي كرشي، ما قاداش نتحمل، عيطوا للطبيب. السيدة اللي عطات الرفيسة بقات مشلولة في بلاصتها، كتشوف ما فاهمة والو، ما عارفة شنو كاين، مصدومة. ديك الساعة جاو الأطباء كيجريو، ما فاهمين والو، وكيديروا الإسعافات بالزربة ويحاولوا بكل الطرق، ولكن الحالة كانت خطيرة بزاف. واحد مورا واحد فقدوا حياتهم. الصالة ولات ساكتة، غير صوت الأجهزة والبكا. في داك النهار تبدلت حياة بزاف ديال الناس، وبقى الرضيع صغير بلا أم بلا حضن. ديك الساعة الشرطة تدخلات، التحقيق بدا، داروا التحاليل، والنتيجة كانت صادمة. الماكلة ما كانتش صالحة للأكل، وكانت فيها مادة اللي خطيرة، هي اللي خلات بزاف ديال الناس يفقدوا حياتهم. من بداو كيحقوا وبداو كيقلبوا، بانت حقيقة مؤلمة وبزاف. اللي وجدت الرفيسة ما كانتش الأم، كانت الزوجة الأولى ديال راجلها، كان مزوج عليها بزز. همها الوحيد هي وبناتها، وعاش مع الزوجة الثانية. الحقد تراكم والغيرة كبرات، ومني سمعت أن الزوجة الثانية ولدت ولد ضعفت، ولكن ضعفت قدام الشيطان كيوسوس ليها في عقلها، ودارت واحد التصرف اللي خطير بزاف. ما فكراتش في العواقب، وما كانتش عارفة أن ديك الرفيسة اللي دارت فيها مادة خطيرة غادي ياكلوا منها بزاف ديال الناس، ولا بزاف ديال الأبرياء اللي كانوا بسبب ديك الرفيسة فقدوا حياتهم وخلاو وراه ندم ومأساة، وطفل ما دار لا بيديه لا برجليه، ما شاف مو، ما سمع كلمة ماما. العبرة من هذا الفيديو القصة حقيقية. الحقد كيعمي، والثقة الزايدة كتدمر الواحد. عمركم تاكلوا شي ماكلة ما عارفين شكون يوجدها وعلاش جات؟ قصة قصيرة في الكلام، ولكن طويلة في الآلام. نشوفكم قصة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة إن شاء الله. ما تنسوش تابونوا عندنا باش تشوفوا قصة جديدة إن شاء الله.